ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة، واهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد على قناتكم غاوي تقنية. حابب اشكركم كلكم على 20,000 مشترك، وبيكم وليكم مستمر، واسف جدا على التأخير. من جديد شركة سامسونج بتحاول تثبت انها الافضل بين الشركات من خلال هواتفها الجديدة في سلسلة الايه، واللي قدمت لينا 3 هواتف جديدة في سلسلة الايه، وهي سامسونج جالاكسي ايه 10 وايه 30 واللي معانا النهاردة ايه 50، علشان تحاول مرة تانية ترجع للمنافسة في الفئة المتوسطة بعد المنافسة الشرسة بين الشركات في الفترة الأخيرة. واللي هيكون أقواها هو الاي 50 واللي هنتكلم عنه النهاردة، وهنتعرف على مواصفات الجهاز وسعره المتوقع وهل يستحق انك تشتريه ولا لا. فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. الجهاز بيجي بوزن 158.5 جرام وبسمك 7.7 ملم، ومتانة وجودة تصنيع الهاتف من البلاستيك بشكل الإزاز اللامع باستخدام تقنية 3D جلاستيك عشان يديك شعور بالمتانة وشكل جميل للهاتف، مع شاشة بحجم 6.4 إنش من نوع سوبر أموليد، ونوتش على شكل الانفينيتي يو بجودة فول اتش دي بلس بدقة 2340 في 1080 بكسل وبكثافة بكسلات 403 بكسل لكل إنش بأبعاد 19.5 ل 9 مع نسبة استحواذ 84.9% من واجهة الجهاز. في واجهة الجهاز بنلاقي الكاميرات الأمامية داخل النوتش وسماعة المكالمات، في الأعلى ميكروفون إضافي لإزالة الضوضاء، وفي ظهر الجهاز الكاميرات الخلفية والفلاش، ومن جهة اليمين موجود زرار التشغيل مع زرار رفع وخفض الصوت، ومن الشمال عندنا درج الشريحة واللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال وبيدعم تركيب كارت ميموري حتى 512 جيجا في مكان مخصص للكارت، ومن الأسفل موجود عندنا سماعات السبيكر ومنفذ اليو اس بي تايب سي والميكروفون ومنفذ 3.5 لتركيب سماعات الهاند فري. وبالنسبة لأداء الجهاز فالجهاز بيجي بمعالج من شركة سامسونج من نوع اكسينوس 9610 بتقنية 10 نانومتر، وهو معالج جديد من سامسونج واللي بنتوقع منه أداء باهر، خصوصا إنه ثمان الأنوية الأربع أنوية الأولى من نوع كوارتكس اي 73 بيشتغلوا بتردد عالي 2.3 جيجا هرتز، والأربع أنوية التانيين من نوع اي 53 بتردد 1.6 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات بيجي من نوع مالي جي 72 ام بي 3 وهو نفس معالج رسوميات المعتاد في الفئة المتوسطة من سامسونج، وهو بيقدم أداء مميز. الجهاز بيجي بأكتر من إصدار في الذاكرة الصلبة أو الذاكرة العشوائية الرامات. الإصدار الأول بيجي بذاكرة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والإصدار الثاني بيجي بذاكرة 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الجهاز بيدعم البلوتوث بأحدث الإصدار الخامس وبأحدث نظام تشغيل أندرويد 9 مع واجهة سامسونج وان يو اي واللي موجودة في الاس 10 الجديد. الجهاز بيجي بمستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة وبيدعم الأوتو جي ومجموعة كبيرة من المستشعرات زي البوصلة والتسارع والجيروسكوب لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي. مستشعر البصمة اللي تحت الشاشة هو أول مرة بتدعمه سلسلة الايه، وهي تقنية قريبة جدا من اللي موجودة في السامسونج اس 10، ولكنها للأسف ما بتشتغلش بالموجات الفوق صوتية زي الاس 10، وعلشان كده هتلاحظ بطء نسبي في الاستجابة وانت بتفتح الجهاز، وللأسف ما فيهوش لمبة إشعارات، مع بطارية بحجم 4000 ملي أمبير، والبطارية بتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط عن طريق منفذ اليو اس بي تايب سي، وبيتم شحن البطارية بالكامل خلال ساعتين. وبالنسبة للكاميرات فالجهاز بيجي بكاميرا ثلاثية، حيث الكاميرا الأولى بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7 وهي الكاميرا الأساسية، والكاميرا الثانية بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 وهي خاصة بالتصوير الزاوية الواسعة أو الوايد أنجل، والكاميرا الثالثة بتيجي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 لتصوير البورتريه والعمق مع فلاش خلفي من نوع LED، مع دعم تصوير فيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وتصوير بجودة فول HD 1080 بمعدل 30 إطار في الثانية. وبتدعم الكاميرا خاصية ال AR ايموجي والسلو موشن والهايبر لابس اللي موجودة في فلاج شيب سامسونج. أما الكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، والكاميرا الأمامية بتدعم عمل البورتريه عن طريق السوفت وير واللي هتقدم لك أداء متوسط. في النهاية الموبايل بيقدم لك تجربة مميزة حيث إنه بيجي بشاشة سوبر أموليد، لكن للأسف الشركة ما قالتش إيه نوع طبقة الحماية اللي موجودة على الشاشة إذا كانت موجودة، وبكاميرا ممتازة مع عزل جيد جدا وأحدث نظام أندرويد مع أحدث واجهة تشغيل من سامسونج مع أداء جيد جدا في الفئة المتوسطة. بالنسبة لسعر الجهاز المتوقع وصول الهاتف في مصر خلال شهر إبريل بسعر متوقع من 250 ل 300 دولار، يعني حوالي 6000 جنيه مصري. وبكده يكون انتهت مراجعتنا لهاتف السامسونج جالاكسي A50. فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سلام الله.